فيلم فوي 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 يا جدعان نزل وانا شفته بالطبع، يعني انا جاي اعمل عنه فيديو. فيلم حلو فشخ يا جدعان من الاخر، بدون اي مقدمات بقى والكلام ده كله. فيلم تحفه، فيلم حلو فشخ، وانا انبسطت ان انا دخلته. وانا الفيلم ده دخلته وانا كنت تعبان ومطبق وحالتي حاله يعني، والفيلم فوقني ودخلت في مود كده. الفيلم ده عنده معايا انا انجاز صغير كده، ممكن يبقى انجاز ملوش اي لازمه بس عندي انا كبير، ان الفيلم ده اول فيلم مصري في حياتي وانا في الاستراحه اسمع ناس تتكلم عن الاخراج، ناس بتشكر في الاخراج، ودي حاجه غريبه انا ما بشوفهاش في مصر ولا بره مصر عموما. انا الفيلم الوحيد اللي شفته ناس بتتكلم فيه عن الاخراج في الاستراحه كان فيلم ريفننت بتاع ديكابريو والمخرج اليخاندرو إنياريتو 2015. فيلم سلس، فيلم سلس، والسلاسه اللي بتحكي بيها الحدوته واللي بتحكي بيها القصه. عمر هلال راجل يعني، انا ليه كنت بقول الفيلم ده معمول بروقان، تحس ان الممثلين دول اشتغلوا لمزاجهم. اخيرا احس كده ان في ممثل عاجبه اللي هو بيعمله، وده احساس نادر جدا ما بحسوش كتير مع الممثلين المصريين يعني. وليه كمان عندي شك ان في ممثلين خفضوا اجورهم، لان يا جدعان معلش، هو اولا بادجت الفيلم مش عالي قوي اعتقد. تاني حاجه ان دي اول تجربه اخراجيه لعمر هلال، هو المؤلف هو مخرج الفيلم، هو الكاتب هو المخرج. هو كان مخرج اعلانات بس هو ما عملش ولا فيلم قصير ولا فيلم طويل قبل الفيلم ده. ده انجازك يعني انك تطلع بالكواليتي دي في اول اخراج ليك، تحفه. كان في نقاش كده دار بيني وبين واحد صاحبي بيقول لي لا المخرج مخرج، هو مخرج اعلانات بس ايه المشكله؟ ما مروان حامد اخرج اعلانات وشوف عارف اخرج اعلانات. اوكي ماشي، بس معلش انك تبقى مخرج لمنتج حاجه وانك تخرج لقصه انت اللي كاتبها وعايز توصل احاسيسك للناس حاجه تانية خالص. بس احنا الاتنين متفقين ان هو يعني اخراج الفيلم تحفه، وان الفيلم عظيم جدا اخراجيا وتصويريا، تفاصيله حلوه جدا. الفيلم بيتحكي من هما 3 شباب عايشين في البساتين، حالتهم الماديه صعبه ومعرفش ايه بقى، ونشوف بقى قصصهم ويعني الحوارات بتاعتهم. فيلم عن قصه شاب حالته متكحرته شويه وعايز يسافر بره البلد يعيش. وعلى فكره الفيلم احداثه 2013، عايز يعيش بره البلد وعايز يسافر، فلقى فرصه ان في منتخب مصر للمكفوفين لكره القدم عندهم زي تصفيات او حاجه، لو كسبوها هيسافروا بولندا يلعبوا كاس العالم، فهو هناك في بولندا هيخلع ويصرف نفسه. دي كانت خطته. وليه بقول لك بقى ان الاخراج حلو؟ انه والله ما جابلكش بقى ان فراج ده ولا هو حسن يعني في الفيلم قاعد بيتفرج على التلفزيون وفجاه سمع الخبر قال لك بس اوكي انا هعمل كده، لا ده قرا عنهم في الجورنال، سمع عنهم في الراديو، بعدها ما اعرفش شاف ايه كده فقرر ساعتها الخطه بتاعته دي. دي شويه عنايه بس بالتفاصيل، انه مش يلا نقلب اي حاجه زي افلام السوبر هيرو بتاع اللي هو واحد مسك جراب موبايل بس خلاص انا اتحولت ان انا ابقى سوبر هيرو. لا مفيش الكلام ده، في شويه عنايه بالموضوع. وتشوفه هو ازاي بيحاول يتدرب ان هو يلعب الكوره وهو مغمي عينيه وبتاع. لا شغل نظيف. حاجه عايز اتكلم عنها محمد فراج. محمد فراج يا جدعان، انا كنت في فتره كده بدات اجز شويه لما اسمع في برنامج توك شو او حتى اتكلم معاه يقول لي فراج ده من احسن الممثلين في مصر، او يقول لي مثلا هو احسن ممثل في مصر. كنت بجز الصراحه يعني. اخر حاجه حلوه عملها لعبه نيوتن، قبلها تقريبا بثلاث 4 سنين كانت هذا المساء، انا مش مركز قوي. عمل فيلم اسمه صندوق الاسود مع منى زكي، ما كانش حلو. منى زكي واسلام خاطر تقريبا، سوري مصطفى خاطر. فانا مش فاهم ليه يعني ما الفيلم ده جه عرفني ليه. لا انا عرفت والله، عرفت ليه، وعرفت غلط وعرفت كل حاجه. يا جماعه محمد فراج مش بيعمل دور اعمى، هو بيعمل دور واحد بيمثل انه اعمى. انت فاهم الفكره؟ يعني هو مش داخل يعمل دور اعمى بقى ويلا بقى هنقارنه بينه وبين الناس اللي عملوا عمي. هو بيعمل دور واحد احنا عارفين انه في القصه مش اعمى، فهو بيمثل انه اعمى عن الناس. فدي حاجه انا حسيتها حلوه فشخ، لان هو ما اتقنش قوي انه اعمى، لان هو في الفيلم هو مش ممثل، هو في الفيلم هو حسن شخصيه عادي بيحور بس على المنتخب المكفوفين او الناس دول والصحافه وكده ان هو اعمى وهو مش اعمى. بيومي فؤاد يا جدعان، بيومي فؤاد بيعمل كاركتر، الله اكبر حبيبي. بيومي فؤاد بيعمل كاركتر والله، بيمثل حبيبي، بيمثل اهو. مش طالع بدور بيومي فؤاد يعني، مش طالع انه بيرقص الرقصه دي كل شويه وعارفين الرقصه دي والله، حتى من غير ما اشوف النص التحتاني هتعرفوا وانا برقص. هي رقصه بيومي فؤاد، ممكن احطها في الفيديو، هي رقصه بيومي فؤاد المعروفه. ولا افيهات بقى كلها ارتجاليه، ولا بقى انه بقراش السيناريو، مفيش الكلام ده، في انضباط. انا كان نفسي احضر الست بتاع عمر هلال، متاكد انه كله واقف زي الالف. يعني عمر هلال ده ان شاء الله مشروع شيف عارف صغنطط كده، هو عنده حس كوميدي في الاخراج فشيخ. الراجل ده يا جدعان هيعرف يعمل افلام بلاك كوميدي عظيمه. لا فيلم دراما بلاك كوميدي بيطلع بالاتقان ده.
انا عندي سؤال، هي حنان يوسف كانت فين؟ يعني فين حنان يوسف في اخر 20 سنه مثلا؟ بجد مش بهزر، هل كانت تايهه مثلا؟ هل كانت تايهه وهم لقوها في مدينه الانتاج بالصدفه فلبسوها لبس شخصيه خلاها تمثل؟ واحده زي دي كانت فين يا جدعان؟ كانت فين؟ واحده طالعه من احلى الادوار اللي شفتها في مسلسل مصري بقالي سنين، جايه من سفاح الجيزه، شخصيه هانم، ست كريهه جدا وبتكره ابنها وبتعامله زي الزفت وقتلت جوزها وحاجه نيله، قد التمثيل كلاس ايه تمثيل. هوبا يلا على طول يلا اتفرج عليها بقى وهي متكحرطه شويه بس بتعكس كوميديا وبتقول افيهات وبتهزر على اصحاب ابنها ان هم شحاتين برضه هم كمان ومدهولين. يا الله يا جماعه الست دي كانت فين؟ المخرجين كانوا غايبين عنها فين طيب؟ بجد والله. لا لا لا، حنان يوسف جباره. نيللي كريم خطها، يعني انا سمعت شويه كلام مش حلو كده على دورها في الفيلم وان خطها ما كانش حلو. انا اقدر ادافع اكتر ان هو خط ما كانش له لازمه، مش شرط انه مش حلو، يعني هو عموما ملوش لازمه، لو شلته كده ورميته لا هيأثر في الاحداث ولا بتاع. يعني كنت احقن اكتر مشاهد فيها الثلاث صحاب دول مع بعض، اللي هو فراج وطه دسوقي والتالت اعتقد اسمه امجد الحجار. طه دسوقي طبعا كوميديان عظيم، امتى يرمي النكته، امتى يستقبلها، امتى يفرش لها، امتى يدي الرياكشن الغريب بتاعه ده. طه دسوقي جبار وممثل شاطر وفي الدراما حلو. امجد الحجار برضه هو اكتر واحد تقريبا صدر كوميديا في الفيلم، وبرضه له لحظاته للجد وله لحظاته اللي ضحك، هو مش قصدي يضحك حاجه يعني از بلاك كوميدي بقى صرف. محمد عبد العظيم برضه تحفه. محمد عبد العظيم من ساعه ب100 وش عمل كام دور كده ما عجبنيش، اخرهم سفاح الجيزه اللي هو كان طالع ابو زينه، ابو سلمى وزينه في المسلسل. شخصيه نمطيه جدا وراجل كريه طالع بس يزعق. في الفيلم هنا له شخصيه حلوه وليها تحول كده، حسيت ان التحول حاد شويتين، يعني هو كان راجل امير ولطيف ومش عارف ايه فجاه بقى ما علينا. وهو مشهد لمحمد فراج في حته، انا ليه راجعت حساباتي في انه يا جدعان محمد فراج ممكن يكون من احسن الممثلين في مصر وما كانش احسنهم كمان. اللي شاف الفيلم هيعرف انا قصدي ايه. مشهد في المطار، كان اول مره يسافر مع المنتخب المكفوفين ده، هو طبعا نصب عليهم، هو بيشوف قاعد وسطهم والعصايه بتاعت المكفوفين دي ساند عليها ولابس نظاره شمس، هو في المطار وهو قاعد وعينيه متغطيه بنضاره شمس، انت حاسس انه قلقان، مش عارف بقى زاويه الكاميرا ولا هو عمل ايه، بس ما علينا، بس اوكي ماشي. الضابط بتاع الجوازات اللي هو بيختم الباسبورات، لما فتح الباسبور بتاع حسن ده ما اعرفش شك فيه ولا عمل ايه، فقال المدرب اللي هو بيومي فؤاد قال له انده لي حسن ده. فانت بتشوف المشهد بقى بيومي فؤاد بقى رايح بقى راجل مش شايل هم عادي يعني، فقال له حسن الضابط عايزك. محمد فراج قاعد بص له كده، فمحمد فراج احنا عارفين هو قلقان ليه، هو نصاب، بس هو في المشهد ده مش عايز يبين انه قلقان، فابتسم كده فقال له ليه بس؟ قال له لا يا حبيبي عادي ممكن تبقى حاجه بسيطه بس، يعني بيومي فؤاد بيتعامل طبيعي. فانت شايف المشهد بقى، بص بقى اخراج المشهد بقى اتعمل ازاي. الظابط انت شايف الشباك اهو، يعني الكاميرا كانها محطوطه على وش الظابط، فانت شايف الشباك والظابط انت مش شايفه وشايف فراغ كده. فجاه لقيت محمد فراج كده جاي كده وبيملى الفراغ وبيقف بالظبط في السبوت، يعني زاويه الكاميرا اللي فيها كانت فاضيه، فانت سامع صوت الظابط بيقول له اقلع النضاره يا حسن. فمحمد فراج بيقلق اكتر وبيشيل النضاره، وفجاه بتشوف عين واحد اعمى يا اسطى انت عملتها ازاي؟ عينه كانها ميته فعلا، باصص في الارض كده وعينه فيها حول على حاجه غريبه، عملتها ازاي يا اسطى؟ فهو والله العظيم واحنا في السينما كده انا قلتها وسمعت واحد تاني قالها يا ابن الكلب اللي هو يعني بيشتموا الشخصيه طبعا مش بيشتموا فراج، اللي هو انت عملتها ازاي كده؟ راجل نصاب وباصص في الارض ويقول له هو انت كنت اعمى من اول ما اتولدت يا حسن؟ يقول له لا يا باشا انا اتولدت كويس بس حصلت حادثه وما اعرفش ايه وبتاع، وبيتكلم ازاي وكانه مش شايف. انا والله العظيم انا هنا اللي هو لا يا رجاله ستوب، محمد فراج يا جدعان يعني محمد فراج جامد فشخ يا جدعان، لا 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 يعني ما فيهاش نقاش. في مشهد مع نيللي كريم اللي هم في العربيه والمطره، الفيلم ده ما عجبنيش خالص يا جدعان، سوري المشهد ده ما عجبنيش خالص، لا حواره كان حلو ولا اخراجه كان حلو ولا تمثيل كان حلو ولا اي حاجه. ده المشهد الوحيد اللي فصلني في الفيلم. وبالمناسبه انا النص الاولاني بتاع الفيلم بالنسبه لي احلى من النص الثاني. الفيلم اللي كان ريتمه اهدى شويه، بنسيت رولز، بنتعرف على الشخصيات، ما اعرفش ايه، انا بحب نوعا ما الجزء ده، يعني استكشاف الشخصيات ده بالنسبه لي هو الجزء الامتع في الفيلم. كلمه بقى حاجه بس عايز اقولها، بس اللي مع الفيلم اترشح للقائمه الاخيره اللي قبلها بيتفلتر فيها احسن 5 افلام او سوري احسن فيلم من ضمن 5 بيخشوا في الاوسكار
كاحسن فيلم اجنبي غير ناطق باللغه الانجليزيه، اللي هو دلوقتي اعتقد اسم الجائزه بقت بيست انترناشونال فيلم. عشان تفهموا ده مش اول فيلم مصري يوصل للليسته دي، وصل قبله فتاة المصنع، وصل قبله اشتباك، وصل قبله من زمان بقى باب الحديد. فيا جدعان هو انجاز حلو، بس هو اتكرر قبل كده كتير. اللي ما قررش ان هو يوصل فعلا لاخر 5. وبالمناسبه عشان يوصل لاخر 5 هو مش هيوصل بس لمجرد انه فيلم حلو، لازم حملات وكامبينز ودعم مادي ودعم اعلامي من الدوله ودعم اعلامي بقى من جهات تانية عشان فيلم يتزق. بالذات الكاتيجوري بتاع احسن انترناشونال فيلم ده في الاوسكار، ده بيبقى من الاخر كده هم بيبقوا مثلا 20 30 فيلم حلوين، الخمسه اللي بيوصلوا للاخر او اللي بيكسب هم اكتر 5 اتعمل عليهم حملات واعلاميه نتزق وزقوا الفيلم في كل حته. يعني الكوريين ما اغتالوش العالم كده لمجرد بس ان هم افلامهم حلوه، لا، عشان هم عرفوا يلعبوا اللعبه الاعلاميه صح. دول مش بس اترشحوا لاحسن 5، مش بس كسبوا احسن انترناشونال فيلم، دول كسبوا احسن فيلم بيست بيكتشر 2019 في الاوسكار كانت باراسايت. هل باراسايت فيلم وحش؟ لا، بس هو كسبها بسبب الدعم والزخم الاعلامي اللي كان وراه. فعشان فيلم مصري سواء بقى من عمرو سلامه، من محمد دياب، من عمر هلال، من الناس دي، لازم دعم رهيب جدا من الدوله ومن السوشيال ميديا ومن اعلام الدوله، من كل حاجه في الدنيا عشان يوصل للليست دي. فيا رب يوصل، انا لو وصل هبقى سعيد جدا، ولو كسب يبقى يا نهار اسود هنبسط فشخ والله العظيم. وبس، باي باي.